وصفتنا النهاردة الغريبة، السهل الممتنع اللي بيقولوا عليه. وصفة سهلة قوي وبسيطة ومكوناتها بسيطة جدا، بس للأسف كتير منكم بيقع فيها وبتبوظ منه، يا إما بقى بتتشقق أو بتنشف منكم أو بتفرش في الصينية، بيحصل فيها مشاكل كتير قوي رغم ان هي سهلة ووصفتها بسيطة قوي. هنعملها النهاردة ونقول كل التكات بتاعتها اللي هتطلعها مظبوطة معانا، وكمان هنعملها بكيس الحلواني اللي هيشكلها في دقايق معدودة. تعالوا هقولكوا هنعملها ازاي. اول حاجة احنا بنحتاج سمنة بلدي، ما ينفعش نعملها بسمنة عادية، لازم سمنة بلدي. السمنة هتكون بدرجة حرارة الغرفة، إلا إذا كنا في الحر لازم نحطها في التلاجة شوية، يعني تكون ساقعة ما تكونش متجمدة. دول 200 جرام سمنة. أنا هقول لكم مقادير قليلة عشان اللي عايز يعمل كمية قليلة، واللي عايز يعمل كمية كبيرة بقى يضاعف المقادير بتاعتنا. دول 200 جرام سمنة هنضربهم بمضرب الكهرباء بالشكل ده لحد ما تكون هشة. بعد كده نحط عليهم 100 جرام سكر بودر وننخلهم كويس عشان نتأكد ان السكر مفهوش اي تكتلات، ونضربهم بالمضرب الكهرباء السكر والسمنة مع بعض لحد القوام بتاعنا ما يكون قوام كريمي هش، لونه فاتح زي ما انتم شايفين بالشكل ده بالظبط. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. ده كده اساس الغريبة و50% من نجاحها. بعد ما نوصل للقوام ده هنبدأ نضيف الدقيق حوالي 400 جرام دقيق. هنضيفهم بالتدريج، نكون نخلينهم كويس طبعا ونضيفهم بالتدريج. بمعنى ايه؟ بنضيف حوالي 3-4 معالق ونضرب بالمضرب الكهرباء بالشكل ده كده لحد ما الدقيق يختفي. المهم ان احنا نفضل محافظين على القوام كريمي، ما ينفعش نضيف الدقيق كله على بعضه عشان هيتكتل مننا ومش هيرجع كريمي بالشكل ده. فلازم نضيف 3-4 معالق كده ونضربهم لحد ما يوصل القوام كريمي، وهكذا لحد ما نخلص كمية الدقيق كلها. ما ينفعش نعمل كده خصوصا في الغريبة بتاعة الكيس. لو عملنا كده هنلاقي العجينة باظت مننا ومش هتنفع. لازم يا جماعة، دي خطوة مهمة جدا في الغريبة بتاعة الكيس او غريبة القمع. لازم نحط الدقيق شوية بشوية ونضرب. القوام لازم يفضل كريمي معانا. انا كده حطيت كمية الدقيق كلها بقى بالشكل ده معانا كده زي ما انتم شايفين، محافظ على قوامه ان هو كريمي. هنلم العجينة بالسباتولا كده ونبدأ بقى نستخدمها ونشكلها كده. القوام بتاعي ممتاز جدا. وهنحط العجينة في كيس الحلواني ونستخدم اي قمع معانا، اي شكل. ممكن حتى ما نستخدمش قمع، ممكن نستخدم الكيس بس نقصه كده ونستخدمه ويبقى شكلها عادي. يعني اعملوا الشكل اللي انتوا عايزينه. وممكن كمان تسيبوها سادة بالشكل ده كده، او ممكن تحطوا عليها لولي الغريبة، او ممكن بعمل حركة تانية كده بتدي شكل حلو قوي، ان انا بجيب جزء من العجينة بس جزء صغير جدا وبحط عليه شوية كاكاو وبقلبهم بالشكل ده، وبعدين بدوس على الغريبة يعني ضغطة خفيفة كده من فوق، وبجيب كيس حلواني احط فيه العجينة اللي حطيت عليها الكاكاو، وبفتح الكيس فتحة صغيرة قوي وابدأ احط كده يعني نقطة فوق على الغريبة. بتدي شكل حلو قوي وشيك جدا للغريبة، ومتماشي مع شكل الغريبة اللي هي بتعمل بكيس الحلواني. وكمان في نفس الوقت الناس اللي ما بتحبش بقى اللولي او اللي ما عندهاش اصلا لولي تتصرف تعمل كده. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ حلو قوي. اما تسويد بقى الغريبة مهمة جدا، لان الغريبة بتستوي على 150 درجة، بتقعد 12 دقيقة بالظبط. الفرن شغال من تحت بس ما بنشغلوش من فوق. زي ما انتم شايفين كده الغريبة ما بتاخدش لون، بس المهم ان هي تستوي وتفضل هشة وحلوة كده وبتدوب في البق. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة جدا. لا ساحت بقى ولا فرشت مننا ولا شققت ولا باظت ولا اي حاجة. شكلها تحفة جدا. عمر الغريبة ما هتبوظ منكم تاني.